بينما كان الجميع يظن أن أزمة اللقب الإفريقي بين المغرب والسنغال قد انتهت، خرجت محكمة طاس في سويسرا ببيان رسمي مفاجئ لتقليب كل الحسابات وتنفي رسميا صدور أي حكم نهائي حتى الآن. هذا الملف القانوني المعقد لا يزال يطبخ على نار هادئة داخل مكاتب سويسرا، مما يثبت أن صراع الكأس لم يحسم بعد على أرض الملعب، بل يمر دقيقة بدقيقة بمرحلة تفتيش دقيق بين اللوائح والقوانين. في هذا الفيديو سنترك الإشاعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي جانبا لنهبط إلى لغة الأرقام والمستندات الرسمية، ونكشف لكم بالورقة والقلم الثغرات الحقيقية التي يدور حولها الخلاف، والمفاتيح التي ستحدد في النهاية من هو الطرف الذي سيرفع الكأس بشكل رسمي. لنفكك القصة ببساطة، اللجنة الاستئنافية للاتحاد الأفريقي الكاف كانت قد أصدرت قرارا سابقا بسحب الكأس من السنغال ومنحها للمغرب بنتيجة 3-0 إدارية. الكاف استندت في هذا القرار إلى المادة 84 من اللوائح المنظمة، والتي تنص صراحة على أن أي فريق ينسحب من الملعب بهدف الاحتجاج يعتبر خاسرا للمباراة. الموقف القانوني للمغرب هنا قوي جدا، لأن واقعة الانسحاب موثقة بالصوت والصورة في البث التلفزيوني، حيث غادر لاعب السنغال المستطيل الأخضر لمدة 15 دقيقة كاملة احتجاجا على ضربة الجزاء. القانون واضح في هذه النقطة، والانسحاب المؤقت يعاقب عليه بصرامة. في المقابل الاتحاد السنغالي يدافع عن نفسه ويقول: نحن لم ننسحب نهائيا، بل عدنا وأكملنا المباراة وحسمنا اللقب على أرضية الميدان. لكن هذا الموقف السنغالي تلقى ضربة قوية في الساعات الأخيرة بعد الانقلاب الشهير للصحفي الفرنسي المعروف رومان مولينا فجر تسريبات خطيرة حول كواليس القرار الابتدائي الأول الذي صدر لصالح السنغال من أجل التأديب، وكشف عن وجود ضغوطات وتوجيهات خفية حدثت وراء الستار لإصدار ذلك الحكم. هذه التسريبات الجديدة أضعفت كثيرا من مصداقية الدفاع السنغالي أمام قضاة المحكمة الرياضية الذين يبحثون بدقة في نزاهة الإجراءات واللوائح. من الناحية الفنية والقانونية، محكمة طاس لا تغير القوانين، بل تطبق اللوائح بحذافيرها، وتثبيت عقوبة الكاف ضد الانسحاب هو السيناريو الأقرب والمنطقي، لأن المحكمة لا تريد فتح باب لسابقة خطيرة تسمح لأي منتخب بمغادرة الملعب وقت ما يشاء ثم العودة دون عقاب. الهيئة التحكيمية الثلاثية في سويسرا تدرس الملف حاليا، والتوقعات القانونية تميل بنسبة كبيرة جدا لاستمرار اللقب الإفريقي في خزائن الجامعة الملكية المغربية نظرا لوضوح النص المادة 84. محكمة طاس نفت الشائعات والقانون واضح، لكن المفاجآت تبقى دائما واردة في مكاتب سويسرا. والآن التحدي بيني وبينكم في التعليقات بكل صراحة وبدون عواطف. بناء على هذه المعطيات، هل ترون أن اللقب سيبقى مغربيا رسميا أم أن المحكمة ستفجر المفاجأة؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات، واشتركوا في القناة فورا وفعلوا الجرس لتكونوا أول من يتابع تحليلنا الخاص لحظة صدور الحكم النهائي، ونلتقي في فيديو قادم.